متواصلة بين 17 و 18 من جويليا الفارط أحداث احتجاجية قام بها مجموعة من شباب المنطقة ما بعد 9 ليلا، وبحدوث مناوشات بين المحتجين والجيش الوطني التونسي. أصيب طفل في 14 من العمر بطلقة نارية أدت إلى موته. أكثر تفاصيل عن هذه الحادثة في الروبورتاج التالي. مقتل صبي في 14 من العمر هو نتيجة الأحداث التي جدت أول أمس وإلى حدود صباح البارحة بمدينة سيدي بوزيد، التي لا زالت تعيش لليوم حالة اضطراب مدني وأمني شديد. كيف قتل هذا الصبي ومن أصابه؟ وما هي أسباب هذه الأحداث التي جدت بسيدي بوزيد من جديد؟ شهدت المنطقة أول أمس وكغيرها من المرات خروج بعض شباب المنطقة في حركات احتجاجية رافعين العديد من المطالب، ممن جرى عنه حدوث مناوشات بينهم وبين الجيش الوطني الذي يقيم بالمقر السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي بالمنطقة، والذي قصد البعض من الشباب التهجم عليه ورشقه بالحجارة حسب ما أفادنا به رئيس منطقة الأمن الوطني بسيدي بوزيد. جمعوا مجموعة من الشبان عددهم ما بين 40 و50 شاب، حاولوا غلق الطريق وذلك بإشعال عدد من العجلات المطاطية يبلغ تقريبا 3، ثم تنقلنا لهم، حاولنا نتحاور معهم بأسلوب حضاري في محاولة لإقناعهم وثنيهم عن العمل نتاعهم على أساس أنه باش يدخل إرباك على حركة السير ويقلق معناها المواطنين وربما تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، إلا أنهم تمسكوا جدا بغلق الطريق وأكدوا على أساس أنه كانوا راغبين في التصعيد. المطالب نتاعهم فما شكون محتج على أساس أنه ما حدث بما يسمى بالقصبة 3، وثم اللي على أساس أنه مطالب تنموية ومطالب تشغيل ونحن مهمشين وما إلى غير ذلك. ثم من سوء الحظ أنه كان مقر لجنة التنسيق سابقا واللي هو مستقل من قبل وحدات الجيش الوطني لإيوائهم والوسائل نتاعهم قريب جدا من المفترق هذا اللي هو مفترق لندا اللي تجمعوا فيه المجموعات الشبابية، وانطلقوا يرشقوا فيه بالحجارة، وابل كبير جدا، كم هائل من الحجارة، وثم حاولوا يقتحموا المقر بكل قوة، ورغم اللي حاولوا معهم زملائنا كذلك العسكريين وكان التدخل نتاعهم معناه بأسلوب حضاري جدا ومحاولوا يتحاوروا معهم أكثر من اللازم، إلا أنهم للأسف أصروا إصرار كبير ياسر على محاولة اقتحام المقر. ولأول مرة نلاحظها لهنا في الجهة أنه وقع استعمال قوارير المولوتوف، قوارير الحارقة، وبكميات كبيرة ما بين حوالي 30 قارورة لقوهم على المقر هذايا، واللي جبر وحدات الجيش الوطني اللي ضبطت نفسها أكثر من اللازم باش تتعامل معهم بكل أسلوب حضاري إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء الطلق كأعيرة تحذيرية. ورغم ذلك واصلوا الشبان في رشقهم بالحجارة. يبدو أنا يبينوه للسادة الخبراء الفنيين، يبدو أنه إحدى الرصاصات ارتدت، يسموها في عندهم بال ركوشي، وأصابت أحد الشبان وبين كونه صبي في عمره ما بين 14 و 15 سنة، وأفادوني وحشي مؤكد أنه لقي حتفه رحمه الله ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. سيدي بوزيد سادها أمس صمت رهيب استمر يوما كاملا، وبتوجه الفريق الصحفي إلى منزل ثابت الحجلاوي الصبي المتوفى أول أمس بطلقة نارية من إحدى أعوان الجيش الوطني، رصد حالة الحزن واللوعة التي اتسمت على وجوه أهاليه ووالديه بالخصوص. من 10 متاع الليل وولدي قاعد حداي، ومن ثمته يصحابوا يتلعبوا هنا في البقعة ذي، ديما يلعب هنا في البقيعة ذي، يلعب هنايا، ومن ثمته يمكن هو الحس والزازة والعياط غادي يمشوا، ضربوا الجيش بكرتوشة. ولدي يقرأ في الثامنة ابتدائي، قالوا هو نشاتوا الكرتوشة ليش نشوا العسكري، نشوا كرتوشة ضربات وناريته في السبيطار. ولدي هذه الفارة من ناحية كله متعدي القلب، معناها راقدين شوي طبطب علينا واحد قالنا ولدك راه ولدك مجروح، راه ولدك مجروح، هكا هو مجروح شويه، هكا هو مشيت غادي للسبيطار لقيته ميت، هكا هو غميت عليه. انا نحب حق ولدي وحق معناها نتبع حق ولدي كامل، لقيت له كل شيء. نيا دم ولدي ما يضيعش، نيا ولدي يعرفوه، حتى الحومه الكل، هاي الذري الحومه الكل يعرفوه، لم تاع تشويش، لم تاع تكريد، لم تاع حرقان، لا يمشي حتى البلاصه.
مصاب أهله كان عظيما، خاصة لصغر عمر هذا الفتى الذي شاءت الأقدار أن تكون حياته ثمنا لأحداث لا لسنه ولا لدرجة وعيه ولا لبراءته أن تستوعبها. ما حقيقة ما جرى؟ عن لسان شاب في عمر الزهور تحدث لنا عنها، وكان من المشاركين في تلك الأحداث، كما شاءت الأقدار والصدف أن يكون شاهد عيان على مقتل الصبي. احنا متلمدين كما هكا وقاعدين نضربوا قدام المجازا جنرال، نضربوا ونتعاركوا معناها مع الجيش، قاعد يضرب فينا بالكرتوش، نحن قاعدين هنا قدم هو من غادي وحده. شفتوا انا كيفاش قدم، جيت باش نديه يا اخي هزت راسي لقيته يضربوه بالكرتوش، تضرب في يده من هنا، طاح لوطه وزاد وقف ومشى وزاد طاح، هزيناه معناها في كهرباء وهزيناه للسبيطار لقيناه مات. الحكايه بدات تلمت العباد كل من اللحوم وكل في بوزيد، وصارت انقروناج ما بين الجيش والشباب هذوكم من 10:30 هكاكا ل3 ولا 4 متاع الليل. مطالب الشغل والنهوض بالتنمية الداخلية، اللا رضا عما يدور في الساحة التونسية على جميع الأصعدة، تعدد المطالب وعدم الوصول لتبليغها وتلبيتها، انفلات أمني ولا استقرار مدني. إلى متى ستعيش تونس شعلة الثورة العربية كل هذا؟ وإلى متى ستبكي هذه الأرض أبنائها؟